ايه، لكن وفي لعيبه كتير طبعا، صبري رحيل، ابراهيم صلاح، في ولاد كتير جد بصراحه، ولاد كويسين جدا، ولاد صغيرين صغيرين. مشار الفروق الماليه ما بين اللعيبه دي عامله مشكله في نادي بالتاكيد. يعني لما اجوجو يجي ياخد 30 مليون جنيه، 40 مليون 40 مليون العقد 40، ما بياخد واحد في السنه 40 مليون هو النادي بتاعه، هو والنادي بتاعه اللي دفعه للنادي. ده مش عامل في الفتره اللي فاتت دي، هو مش عملش الانشقاق ما بين اللعيبه وعدم التجانس وعدم الجماعيه والمشاكل. كابتن مصطفى، انت لو عندك ولدين توأم طالعين من رحم واحد، مولودين في يوم واحد، عندي على فكره والله والله عندي عمر وعلي، ربنا يخليهم الله يسلمك. عمر ده يبقى ابن احمد مرتضى، وعلي ابن اميره بنتي ما شاء الله جماعه الاثنين عشان بس محمد ونور وفرح ما يزعلوش. ايوه دلوقتي لو انا النهارده اديت لعمر 100 جنيه واديت لعلي 1000 جنيه مش هتبقوا بعض، هم اخوات توأم. بالظبط. فالعدل ده هو ربنا اللي قال العدل، ربنا قال العدل اساس الملك كله. فالنهارده لما تدي واحد 5 مليون وتدي واحد 100,000 وابو 5 مليون بيتدلع عليك، انا ما اقصدش طبعا احمد حسام ميدو، لان احمد حسام هو عارف طبعا وخالد غندور عارف، انا اول واحد كنت هجيبه في 2005. هو ولد محترم جدا على فكره، مهذب جدا، بيعشق نادي الزمالك، وهو صاحب احمد مرتضى. انا فوجئت ان هو جاي مع خالد غندور مكتبي في الدقي قبل البطوله الافريقيه اللي كانت هتلعب في مصر في 2006. وقال لي استاذ مرتضى انا عايز العب في الزمالك مجانا ببلاش. انا طبيعي هاجي عشان المعسكرات، فانا ممكن اعمل اعاره في الفتره دي في نادي الزمالك، يعني اسمحوا لي، واي مبلغ هيطلبوه النادي. انا ايام كان بيلعب في احدى الانديه اللي مش فاكر في الانجليزي بالظبط. خلاص توتنهام ساعتها اعتقد كان في توتنهام. وكان طبعا احمد ميدو كسر الدنيا. انا بس عشان الناس بيقول لك ايه انه احمد، لا احمد ده حاجه، ده حدوته، بيموت في الزمالك كويس. فانا غلطت غلطه واحده طبعا، انا شكرته جدا. وتاني يوم قاعد في الجنينه بتاع النادي، وما جنبي اللي هو طارق لبيب كان مدير عام النادي وصاحب والده الاستاذ حسام واصف. فهو بيتكلم مع والده في موضوع تاني خالص بينهم وبين بعض، شغل بيزنس بتاع. فقلت له بيتكلم، قال لي يا حسام، قلت له اديهولي. فانا قلت له بشكرك جدا يا استاذ حسام. قال لي عليه يا استاذ مرتضى، راجل مؤدب يعني. قال لي ان احمد، قال لي احمد هيلعب في الزمالك. احمد ابن انت عايز تدمره؟ احمد راح ايه؟ هاجمني هجوم وفي جرائد تاني يوم. قلت له طب يعني هو الولد يعني هو اللي طلب وحابب ده، وده شيء جميل. يعني في الاخر انا لما بنزل بشالوش بلدي بلبس الجلابيه وانا بقى راجل مشهور والناس عارفيني وانا قاعد في وسط الفلاحين، ببقى مبسوط جدا، ده المكان اللي انا بالظبط يعني منشأي. فانت زعلان ليه؟ لفت الايام وجه احمد حسام ميدو، جه في الوقت بقى الغير مناسب، واحمد ما كانش جاهز. وانا قلت الكلام ده. احمد ده من احسن اللعيبه مش في افريقيا، في اوروبا، خلي بالك. صح. بس انا النهارده الراجل لما اجي لازم يبقى جاهز بدنيا ونفسيا يعني كل حاجه. فاحمد جاهز زي ما واحد نزل بالطياره ضرب الشوم اشتغل، لان هو الراجل ما هو برده مش جاهز، كان جسمه مليان، كان زايد كتير. حتى انا هاجمته، مش هاجمته معانا، هاجمته يعني قلت ميدو هذا اللاعب الكبير المفروض ينزل وهو في احسن حالاته، لان مصر كلها مستنيه اهلاوي وزملكاوي واسماعيلاوي، لانه نجم كبير وهو لانه عنده قوه اراده ولاعب محترف ما بيعرفش يهزر، بذل كل جهد عنده عشان يوصل للمستوى اللي انا فرحان بمستواه دلوقتي، واخد بالك. فانا عايز اقول لك ان اللاعب ده مش برضه ما جاش صدفه، لا ده هو الرغبه دي عنده من 2005. فده برضه لازم الناس الزملكاويه يعرفوا انه، لان احيانا مثلا الكره تضيع منه، تحصل زمزقه، واحد جمهور مش لا، ده بيحب النادي. ومن 2005 في عز ما كان هو احمد حسام ميدو كان عنده الرغبه انه يجي يلعب في نادي الزمالك. سعاده مشار، يعني بنتكلم على ميدو والانتماء والاخلاص لنادي الزمالك، في اتنين لعبوا لنادي الزمالك، هل حضرتك انت في واحد انا عارف ان انت كنت بتحبه جدا يعني، وانا شخصيا بحبه جدا ومشفق عليه، ان كان ممكن يبقى من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، ابراهيم سعيد وجمال حمزه. الاثنين يعني سامعين اخبار ان هم هيرجعوا نادي الزمالك. كزملكاوي مش كرئيس نادي سابق او مرتضى منصور، كزملكاوي تحب الاثنين يرجعوا ولا واحد، ولا الاثنين لا، ولا الاثنين؟ انا عايز اقول لك حاجه، هو ابراهيم ما عملش مشكله مع الزمالك على فكره، يعني المشكله كانت مع الاداره. وابراهيم ده انت عارف انا جبته من النادي الاهلي وكان مبطل كوره تقريبا. ابراهيم ده ليه معامله خاصه، هو طيب جدا لكن في نفس الوقت عصبي جدا، بس شويه كده بس هو راجل اتجوز واستقر دلوقتي يعني مع زوجته، وحتى لما راح ليبيا انا كنت عايزه يروح احدى الانديه الليبيه عشان يلعب. نسيبنا اللي هو ابو جاسمين القذافي زوجة امير المرتضى ابني مسؤول عن النادي هناك، فهو ايه كان اتفق مع النادي الثاني. ابراهيم موهبه لن تتكرر، صح، هو مكسب لنادي الزمالك
بشرط انه يعرف ان دي الفرصه الاخيره ليه. انه موهبه، ما بيبقى اي واحد عنده موهبه ربنا مديها له. في واحد عنده ربنا مديله موهبه الغنى، الكوره، القانون، كل واحد ربنا مديله موهبه. الموهبه دي لا تحافظ عليها يا تبددها. حافظت عليها ربنا هيزودها لك، بددتها زي بالظبط انت حاطط فلوس في البنك وكل يوم تروح تاخد جزء من الفلوس دي. في يوم من الايام خلاص انت ما عادش عندك ولا مليم، دي موهبتك. فابراهيم انا ما عنديش مشكله طبعا ان هو يرجع، لانه موهبه ربنا اداها له، وفي نفس الوقت هو ابراهيم بيلعب في كل الاماكن. يعني بيلعب في دفاع، نص الملعب ونص ورا، وبيلعب ليبرو. جمال حمزه موهبه لا تقل عن ابراهيم سعيد. بالظبط. وانا ياما حذرت، انا طبعا وقفت معاه كتير. محمد سعيد والده عارف دلوقتي وسامعني، وقفت مع والده ومعاه هو في مشاكل كتير كانت بتحصل له. انما هو السؤال جمال حمزه عايز ايه؟ انت عارف عم ايوب؟ فاكر انت مسرحيه محمد صبحي لما قعد يقول لك حطوني هنا، لا انا هقعد، لا مشوني هنا. هو بالظبط بيفكرني بعم ايوب. وليه بيفكرني بعم ايوب؟ انت يا جمال بتحب نادي الزمالك؟ اقعد في نادي الزمالك وادي نادي الزمالك. قلت لا انا مش عايز ابقى هنا، انا عايز اروح اسافر المانيا. برضه قعد في المانيا فتره وما لعبش ورجع. ليه؟ هو بيبدد موهبته. انت النهارده ربنا مديك الموهبه زودها. صح. لا بيتدرب، هو كسول. يعني انت حتى واضح بيبقى هو عايز يقف في المكان دون، الكره تجيله، هو لاعب ربنا مديله. بس الكلام ده مش هيمشي مع حسام يا سعد مصطفى. لا يمشي مع حسام ولا مشي في المانيا. لا ولا مشي في المانيا. بالظبط. هم المانيا عايزين ايه؟ عايزين القوي المجتهد اللي بيتدرب كويس. بالظبط كده. مش عايزين بالظبط. ميدو وعمرو زكي. عمرو زكي اللعيبه اللي هي بتخش جنب محمد شعبان، في لعيبه بصراحه كتير يعني كده. فانا عايز اقول جمال حمزه اذا كان يعني الدرس اللي خده من رحله الاحتراف الفاشله قد استوعبه وعرف ان هو لازم الموهبه دي اللي ربنا اداها له يحافظ عليها، ويبقى كل دماغه في الملعب، ملوش دعوه بممدوح عباس ولا بمرتضى ولا بعلي، ولا يقعد يعمل مداخلات ويغلط في ده. خليك في ملعبك، خليك زي احمد مجدي ما شاء الله عليه، واخد بالك؟ خليك زي اللعيبه اللي هي مركزه في المستطيل الاخضر، ممكن يفيد الزمالك. اما فيما عدا ذلك هيبقى اضافه بالسلب للنادي الزمالك. هنروح مشكله اللي مصر كلها بتتكلم عليها، وحضرتك تعلق بعديها التقرير بتاع اتحاد الكوره، مشكله عيد عبد الملك ونادي الزمالك.